عايزاكي تكتبي البند ده عندك في الاجنده بتاعتك، في التليفون بتاعك، بند امني نفسك ان العشره الطويله ما بتمنعش الراجل انه يخلى بمراته. لا، انتوا فهمتوا طبعا. ولادنا بيحبوا التجديد، والروتين بيبوخ وبيمسخ الحياه. احنا عايزين نكسر الروتين. يا ام محمد ايه العسل ده؟ ايه ده؟ عملتش انا حلقت شنبك امتى يا ام محمد؟ العيد جه يا ام محمد؟ هتقولوا لي لا العيد ما جاش. انا ان شاء الله انا يحلقوا ان شاء الله كل 15 يوم ان شاء الله نحلقوا مع بعض. ما تفضليش اللي يشوفك من 10 سنين يلاقيكي انت من ساعتها ما راحش ولا جه عليكي الزمن. فهمتوا طبعا انا عايزه اقول ايه. دايما يعني بصي ستات كتيره بتقولي ايه روتينك يا سوما، بتحطي ايه والتجاعيد. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. واحده تانية عشان الحبايب اللي بيحبوا السقفه. ازيكم اخباركم ايه؟ كل اصحابي واخواتي وحبايبي وكل الناس الجميله اللي بتتفرج عليا، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ انا عارفه طبعا ان انتوا بتحبوا فيديوهات التوفير، صح كده؟ صح كده. اسند ظهري علشان نعرف الموضوع النهارده ممتع ممتع ممتع. بصي الدبانه، هي الدبانه بتاعت كل لايف ما بتمشيش. عجبتها العشره. حط بس دي كده عشان بس ايه الموضوع هيبقى طويل. حبايب قلبي، اول طلب علشان تدعموا المسيره بتاعت سوما، حطوا اللايك حطوا اللايك حطوا اللايك. لازم تحطوا اللايك، اللايك مهم جدا جدا وبيخدم فيديوهاتي جدا جدا انها تتشاف. كل ما تعملي لايك فيوتيوب يرشح الفيديو بتاعي لناس تانية تشوفه. لازم تنعنشي بيتك وتعملي اي بتاع جديد كده يخلي الدنيا حلوه. انا عارفه ان انتوا بتحبوا فيديوهات التوفير، بس زي ما انتوا عارفين سوما دايما تأتي بكل جديد. سوما دايما مختلفة. ففيديو التوفير بتاعي النهاردة هيبقى مختلف، أفكاره هتبقى مختلفة، بس بتصب في الآخر في إنك توفري، إن يبقى معاكي فلوس في الآخر. ماشي؟ عملتي لايك؟ اتأكدي كده عملتي لايك، دوسي لايك. تمام. طبعا مش عايزاكم تنسوا إسراء ومي ولادكم. أنا بعتبر إسراء ومي ولادكم، وعارفة إن انتوا بتحبوهم قد ما أنا بحبهم، وأنا كمان بحب ولادكم قوي وهم بيحبوني. يعني عارفين سوما وبيحبوا سوما، وأنا بحب ولادكم قوي. ربنا يصلح حالهم ويصلح حال ولادي ويستر ولادكم ويستر ولادي ويفرحكم بعيالكم ويفرحني بولادي يا رب. إسراء ومي ويسعدهم كلهم كلهم، وكل من قال امين يا رب العالمين. ويلا بينا على طول على فيديو توفير بتاعنا النهارده ونقول بسم الله. عايزه افكركم الاول كده وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، اعملوا الخير، الخير بيجيب خير. اتبرعي برساله ب5 جنيه بس لاي مستشفى من دول، وشوفي الكرم وشوفي الخير اللي هيحل على بيتك. وربنا يبعد عني وعنكم وعن اولادنا جميعا يا رب المرض، ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. يا اهلا بيكم. فيديو النهارده فيديو ممتع، من الفيديوهات الممتعه اللي انا قعدت حضرتها بمزاج. اول حاجه وبدايه الفيديو بتاعي هيبقى سؤال: هو احنا بنوفر ليه؟ لازم يكون في سبب للتوفير. طبعا المال زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب ايه كمان غير انه زينة؟ المال مصدر امان، واللي يقول لي غير كده بيضحك عليكي وبيضحك عليا. بس احنا الحمد لله الستات واعية، محدش يقدر يضحك علينا. اول نصيحة ليا في الفيديو ده ولكل البنات الصغيرة اللي هم لسه بادئين حياتهم 20 وال30 ماشي وال40
بس انا عايزه اوعي البنات الصغيره اللي هي لسه جايه من بعيد. احنا خلاص دخلنا على 45، بنلحق نفسنا الحمد لله، لكن انا عايزه البنات اللي جايه من بعيد. امني نفسك، ما تصرفيش عماله على بطال. يا رب، ربنا ما بيجيبش الا كل خير، بس اعملي حساب بكره. عايزاكي تكتبي البند ده عندك في الاجنده بتاعتك، في التليفون بتاعك، بند امني نفسك. الزمن غدار ومالوش امان. صحه الواحد ربنا يبعد عني وعنكم المرض وعن كل من قال امين. الانسان ممكن صحته تخونه في اي لحظه. الفلوس مهمه. مرت عليا زنقه، مرت على جوزي ضيقه وهو راجل ابن حلال وعارفه انه يستاهل اقف جنبه، الاقي قرش تسند عليه. ما تحوجش للي يسوى واللي ما يسواش. اكثر قرش على جنب لعيالي، علشان اما يحتاجوا حاجه ممكن انا اسلكها لهم واقول لجوزي ده انا رحت استلفت من بره، تبقى الفلوس دي من معايا انا، واسلك بيها العيال، اسلك بيها حالي. اقول له ده انا استلفت المبلغ ده من حد وهو يبقى يسدده براحته. اعمل حساب غدرة الزمن. المشاكل اللي بتوصلني على القناه بتقول ان العشره الطويله ما بتمنعش الراجل انه يخلى بمراته بعد سنين السنين. في يوم وليله ممكن ما تلاقيهوش قدامها وانت معاكي قرطه عيال ربنا يخلي. هتعملي ايه؟ قدري بنتك دي، ما هو ملوش سن. الغدره اللي بتيجي من الراجل ملهاش سن. ممكن يغدر بيكي وانت ست كبيره، خد صحتك وسرق صحتك. خلاص بقى، عايز واحده بقى تدلعه وتفرفشه، يغدر بيكي انت والعيال. حصلت مشكله بينكم، يغدر بيكي ويتكل على الله. تعملي انت ايه وانت كنت حالك ومالك وبالك كله على البيت؟ ما بشيلش قرش ليا يا سومه. ها، عرفتي دلوقتي قيمه القرش؟ عرفتي دلوقتي معنى انك تبقي مستوره؟ ربنا يسترنا جميعا. فاول بند ليا في الموضوع ده امني نفسك. ولو عايزه تتفرجي على كل فيديوهات التوفير بتاعتي هتلاقيني على القناه عامله قوائم تشغيل. قوائم التشغيل دي جواها كل فيديوهات التوفير اللي انا عملتها على مدار عمر القناه، لان الفيديو بتاعنا النهارده هتبقى افكاره مختلفه جدا، فاسمعيه عشان الخطه والنظره قدام عينك تبقى مكتمله، وبعد كده بارجعي اسمعي براحتك باقي الفيديوهات. الفكره التانيه معايا يا ستات اسمها ازاي اروح للدكتور. هتقولي لي طب ايه علاقه التوفير يا سومه بان اروح للدكتور؟ انا عايزه افكار توفير. هقول لك مش عايزاكي تنسي حاجه مهمه. ما توفريش على حساب صحتك. بص انا جايباها البند التاني بعد ايه؟ امني نفسك. بعد ما تامني نفسك خلي بالك من صحتك. رجليكي هي اللي هتشيلك، صحتك هي اللي هتشيلك وهتشيل عيالك لو تحت اي ظرف. فانا مش عايزاكي عشان توفري تهملي في صحتك. طب اعمل ايه يا سومه؟ ما المرتب على القد، ما الحياه على القد. طب ما انت عارفه اللي فيها. هقول لك انا بعمل ايه والخطه ممكن تمشي ازاي وبرضه هنوفر. بس لو جه شهر انا محتاجه اروح للدكتور، ما اقولش البيت اولى، لا، صحتك اولى، لان انت اللي مدوره البيت. والمثل بيقول ايه؟ جوزك يحبك عافيه، وولادك يحبوكي عافيه، واهلك يحبوكي غنيه. فانا عافيتي دي قبل جوزي تبقى ليا، عايزه صحتي تبقى حلوه. اعمل ايه؟ انتوا عارفين ان البيوت بتمشي باي حاجه. في شهور جت عليا انا ما نزلتش من البيت حرفيا، كان عليا مبلغ كبير قوي وقمت لطشت في دماغي ان انا اسدد المبلغ ده، فسددته. ما بقاش حرفيا معايا الا مبلغ بسيط جدا جدا جدا. والشهر ده علشان امشيه ما نزلتش من البيت،
ما رحتش مشاوير، ما رحتش قضيت حاجه، قعدت في البيت ولميت الدنيا والشهر مشي. انا بقيت استعجب، ده انت يا سوما لو هتعملي كل شهر الوضع ده انت هيبقى معاكي فلوس قد كده. لكن احنا ما بنعملش كده، نفضل نصرف 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 ونتفاجئ في الاخر ان احنا ما حوشناش ولا مليم. طب اعمل ايه يا سوما؟ اول اما تمسكي المرتب بتاعك، انت عارفه مثلا الشهر الجاي انا محتاجه اروح للدكتور، جنبي بيوجعني، الكلى بتنقح عليا، المراره بتنقح عليا، رجليا بتوجعني، حاسه باملاح، كعب رجليا بيشكشك، مش قادره اقف على رجليا، حاسه بضعف ووهن عام، عندي لخبطه في الدوره الشهريه ومحتاجه اروح لدكتوره النساء بتاعتي. اي حاجه بعد الشر عليكي. هتعملي ايه؟ اول اما تقبضي المرتب خدي منه حق الكشف وحق العلاج وطيري على الدكتور قبل ما تنزلي السوق وقبل ما تجيبي طلبات البيت. طيري على الدكتور بتاعك، روحي اكشفي، روحي بقى المستوصف، الدكتور اللي انت عايزاه ماليش فيه، المهم تروحي تطمني على نفسك وتكشفي وتجيبي علاجك وتاخديه. ها طب رحت يا سومه، الباقي هكلفت بيه البيت ازاي؟ مشي البيت باي طريقه وهيمشي، هيمشي لانها حصلت معايا وبتحصل معانا كلنا. اما بنحب نمشي البيت بنمشيه، اما بنحب نتصلقها بنتصلقها. زي مثلا لما انت ماشيه عجبتك مثلا، وليكن عجبتني يا سومه حافظه للسجاده وانا ماشيه في الغوريه، قمت جايباها ب1000 جنيه، دي عجزت معايا في المرتب، اعمل ايه؟ بتمشي الشهر عشان حاجه انت جبتيها فرشتيها في الارض. طب صحتك اهم من حفظة السجاده، يبقى تقدري تعمليها. يبقى انت كده اعملي ايه؟ مش بقولك كل شهر روحي، لو قادره كل شهر روحي، مره لاسنانك، مره مش عارفه لفيتاميناتك، مره لدكتوره النساء، وهكذا. ربنا كرمك والحمد لله ماشيه وزي الفل، وبروح للاجزخانجي يديني المضاد اما زوري يوجعني، اما الواد يسخن، الحمد لله ربنا يكملها علينا بالستر. غير كده والامر متطلب مني ان انا اروح للدكتور، اول لما امسك المرتب قبل ما انزل السوق واشتري اللحمه والفراخ بتاعتي اجري على الدكتور، واللي يتبقى اكلفت بيه البيت. الفكره الثالثه دي انا بعملها وبصراحه ممشيه الدنيا معايا، كل واحده ليها حسبه. انا من الناس اللي بنزل كتير، احيانا انزل اشتري طلبات وبتاع، بعمل ايه؟ بحسبها حسبة تانية اللي هي ايه؟ في ناس ما بتعرفش تنزل من البيت الا لما تطلب اوبر، اما تركب تاكس. طبعا ده مصروف لوحده بالنسبة لي انا والميزانيتي، ما اعرفش اخرج مثلا واشتري اكسسوارات. انا ست بحب الاكسسوارات، ست بحب المكياج، ست بحب اجدد دولابي باستمرار، او اشتري عباية في البيت او بيجامة في البيت او كده. فكل الحاجات دي ما تمشيش مع بعض، فانا برتب. فبقول لكم انا بعمل ايه، بحسبها ازاي. ما ينفعش ان انا اركب اوبر وانزل اشتري اكسسوارات وانزل اشتري مكياجات وانزل اشتري بيجامه وانزل اشتري جلابيه وانزل اشتري بلوزه عجبتني وانزل اشتري كتب. انا بحب الحاجات دي وبلقط كل شهر بعمل حاجه. ما ينفعش الميزانيه دي، فبعمل ايه؟ بتنازل عن بند اوبر وتاكسي. طب بتعملي ايه يا سوما؟ بتنطط في الاتوبيسات. انا بركب اتوبيسات، بركب المترو، بالنسبه لي بيوفر. اما اركب اتوبيس ب10 جنيه واديني وسط البلد وارجع في اتوبيس ب10 جنيه عن ما ادفع لي اوبر 150 ولا 200 جنيه رايح و200 جنيه جاي، ادي 400 جنيه. طب 400 جنيه دول انا ركبت منهم ب20 جنيه، اتبقى معايا كام؟ اتبقى معايا 380. ده على فرد، يعني بديك الفرد. 380 جنيه دول بقى ادلع نفسي، اجيب لي حته بيجامه، اجيب لي خاتم عجبني، اجيب لي، كنت نازله لقيت شبشب كده شكله حلو قوي قلت البسه واروح السوق ب200 جنيه رحت لقطاه. الموضوع ده هيوفر معاكي بند. لو انت بتركبي اوبر او كريم او تكاسي بدليها بالمترو، بدليها بالاتوبيس، بدليها بالميني باص. انت شوفي الدنيا ممكن تمشي معاكي ازاي واعملي الحركه دي، هتلاقي بقى عندك في بند للرفاهيات اكبر. البند مش عارفه رقم كام بقى، مش هنعد عشان البنود كتير بسم الله ما شاء الله.
في ستات زي حالاتي كده كتير بيحبوا المكياج، وده انا اتعلمتها على مدار حياتي. ما تسترخصيش في المكياج. هتقولي ليه يا سوما ما انت عارفه البراندات غاليه؟ هقولك البراندات غاليه معاكي، بس في براندات اسعارها معقوله. وهقولك ليه. الروج الرخيص انا لقيته بيسود الشفايف. انا بسترخص في حاجه بس ببوظ حاجه. الروج الرخيص طول ما انت ماشيه شفايفك بتقشر فيطلع، عقبال ما تروحي مشوارك وتيجي انت كلتي شفايفك وطلعت قشر وعملتي. الروجاجول الرخيص بيبوظ البشره، احيانا يطلع حبوب. فدي اهم الحاجات اللي انا ما ينفعش استرخص فيها على قد ما تقدري. الروج والروجاجو والكحل. في ساعات بيبقى كحل ثابت رخيص. عارفه انا بشتري ايه؟ الكونسيلر بشتريه رخيص، ما بشتريش الغالي، لان الكونسيلر البراند بقى غالي قوي. لكن بشتري البراندات اللي هي بتاعت اللي هي ميه سيليما، هتلاقيها عند طونطون وهتلاقيها عند الناس دي، بشتريها بتشتغل معايا ما بتقولش لا. لكن الروج جربته ما بقتش استرخص. الروجاجو ما بقتش استرخص. حتى الروجاجو الرخيص بيتمسح بسرعه، لكن الروجاجو الغالي هتحطيه هتخرجي بيه وترجعي بيه. الفكره اللي بعد كده برضو انا بعملها، هدوم الخروج بتاعت حضرتك. بتقولي لي انا هدوم الخروج بتاعتي يا سوما بتتبهدل بسرعه. حضرتك اكيد بترميها في الغساله الاوتوماتيك بتاعتك. هدوم الخروج بتاعتك تتغسل على الايد. انتوا عارفين ان انا بعتز جدا بهدوم الخروج بتاعتي، بهتم بيها قوي. فبعمل ايه؟ دولابي متنظم، عندي مثلا 4 تطقم كويسين بلبسهم على مدار الاسبوع واروح مشاويري واجي. اجي يوم الجمعه اروح مطلعاهم لو انا عايزين يتغسلوا في شويه ميه بصافو واغسلهم على ايدي، واحطهم في ميه بصافو. مش بدعك، انا بحطهم كده شويه وانقعهم واشيلهم الصافو. ما بصفيش، ما بعصرش. ما تعصروش هدوم الخروج بتاعتك. وبعدين اروح واخداهم حطاهم في الميه، بشطفهم واشطف واطلعهم كده. ما بعصرش الهدوم واعملها كده، بطلعها وارميها على الحوض تصفي ميتها خالص، وبعدين احطها انشرها على شماعات. دي الطريقه الصح اللي حضرتك تغسلي بيها عباياتك، تغسلي بيها طرحك، تغسلي بيها هدوم خروجي. ده بند توفير على فكره. انت لما تبهدلي هدوم خروجك وتيجي تلبسيها تاني مره تلاقيها، او تالت ورابع مره تلاقيها بقت اتهلهلت كده وبقت وحشه وبقت خرطت على لون تاني او نسلت او انت هتضطري ان انت تشتري هدوم تانية. انا عايزه اجدد الدولاب، الحاجه عندي متبهدله. فانا كل لما احافظ على عمر هدومي صيف بعد صيف بعد صيف، ممكن يقعد معايا 3 4 صيفات، صيف وصيف وصيف، هدومي شكلها حلو وجديده من النظام والمحافظه. ما اجيش من بره ارمي هدوم الخروج على بعضها وانام. لا، قبل ما انام لازم تتعلق على الشماعات وتتحط في الدولاب، ودولابي نضيف. واول لما الاقي هدومي بقت ريحتها عرق او حاجه، زي ما بقول لكم اشطفها. الشطفه دي هتعيش معاكي وهتفضل برونقها. الفكره اللي جايه دي برضو انا بعملها. عايزاكي تنبسطي بخروجاتك البسيطه. انا واحده بحب الخروج، سوما بتحب الخروج، مش هضحك عليكم. لكن ما ينفعش كل ما اخرج اصرف لي 300 400 جنيه، ميزانيتي ما تتحملش كده. بعمل ايه؟ طول عمري مع اولادي اخدهم وننزل وسط البلد نتمشى. لا بناكل بره ولا بنقعد على كافيه، وبناخدها تمشيه وبنرجع مستمتعين ومبسوطين. احيانا نخش جنينه عابدين اللي هي ب5 جنيه، تخشيها جوه ب5 جنيه. نفضل بقى نتمشى جوه، نقعد على الكراسي، نقعد نتكلم، ونروح واخدين بعضنا وطالعين متمشيين راكبين الاتوبيس بتاعنا ومروحين. هي دي الخروجه. وتقولي لي يا سوما بترجعي مبسوطه؟ اقول لك مبسوطه جدا، لان انا عودت نفسي استمتع بالحاجات البسيطه طول عمري. انا مش موقفه سعادتي على حاجات كبيره، لا، مجرد ما لبست وخدت ولادي ونزلنا اتمشينا ركبنا مواصلات رحنا وجينا انبسطنا. عارفه اللي بيحلي الخروجه ايه؟ روحك مع ولادك. الخروجه دمها خفيف، بنضحك ونهزر ونتمشى انا اللي بعود ولادي على اسلوب خروجاتي، على اسلوب الحياه. فتلاقينا
اقل حاجه الحمد لله رب العالمين بتبسطنا. فانا عايزاكي تستمتعي بخروجاتك البسيطه، ومش لازم عشان تخرجي يبقى لازم اركب اوبر واروح اتغدى بره واطلع الكافيه وادخل المطعم، لا. استمتعي بخروجاتك البسيطه، حتى لو في جنينه ب5 جنيه الدخول، هبقى مبسوطه. الفكره اللي بعد كده، الناس اللي زي حالاتي اللي بيحبوا الكتب وبيحبوا يشتروا الكتب، في مواقع على الفيسبوك بتبيع الكتاب ب40 جنيه. انا اكتشفت الموضوع ده متاخر، كنت بشتري الكتب غاليه قوي من على وسط البلد، الكتاب كان بيبقى ب100 جنيه وب150 جنيه، لغايه اما عثرت في المواقع اللي على الفيسبوك، اللي هي المواقع اللي بتبيع الكتب، هتلاقيها بتبيع الكتاب ب40 جنيه. دوري على المواقع دي على الفيسبوك هتلاقيها كتير كتير كتير، واعلاناتها هتجيلك كده قدامك على الفيسبوك وتقع قدامك، تخشي تشوفي الكتب الموجوده ايه وتنقي منها اللي انت عايزاه، وبيجيبوها لك لغايه البيت. من الافكار اللي انا جربتها، انا بقالي 3 4 اشهر بخرج، بشتري مكياج، بشتري اكسسوار، بقالي كام شهر بصرف. اجي شهر بقى انا بقى ايه، حكيمه نفسي، عارفه انا بقالي شهرين بصرف، بقالي شهرين بتدلع، اجي الشهر ده اخد وعد مع نفسي مش هخرج، مش هشتري اكسسوارات. انا بقالي شهر بشتري، وبقالي شهر بشتري مكياج، الشهر ده هوفر والحمد لله مش هروح لدكتور، صحتي كويسه. اعمل ايه؟ امسك المصروف واشيل منه اللي اقدر اشيله وادخره. يا ريت تبقى جمعيه، يا ريت هقول لك ايه، تقدري تدخري 3000 جنيه في الشهر، تاخديهم تروحي تشتري سبيكه نص جرام. كنت بتحايل عليكم ايام ما النص جرام كان ب1000 ونص وكان ب1000 جنيه، كنت بتحايل عليكم، لكن انتوا كنتوا بتطنشوا، ظروفكم ضيقه. النهارده النص جرام دخل في 3 نص جرام. اللي تقدر تشيل من مرتبها كل شهر 3.5 وتعتبر ان ده المصروف الشهري بتاعها، اللي هي بتضيعه بقى، بتنزل تجيب مكياج، تجيب طرحه، تجيب جزمه، كل شهر ليها 3000 جنيه كده بيطيروا في هيافات. خديهم شهر وشهر، شهر هيافات، شهر نص جرام، شهر هيافات، شهر نص جرام، عشان الناس اللي بتصرف اما بتيجي تخنقيها مره واحده بتتضايق. فالموضوع بيجي تدريجي. فخلي فكره الادخار دي ببالك. طب يا سومه انا ما فيش 3000 جنيه، ده كتير قوي، ده انا مصروفي كله 3000 جنيه يا سومه. خشي جمعيه، لو مصروفك كله 3000 جنيه خشي جمعيه ب200 جنيه، مصروفك كله 4000 جنيه خشي جمعيه ب 500 جنيه، بتاخدي 10000 جنيه خشي جمعيه ب1000 جنيه، وهكذا. خلي في خطه تحويش معايا شغاله، كل شهر بعمل اي حاجه، اي حاجه مفيده، حتى لو هشتري حاجه بالقسط اهي اسمها، بدل ما كانت هتضيع في هيافات لمده سنتين كل شهر اشتري هيافات، لا ده عدوا السنتين انا اشتريت شاشه، عدوا السنتين انا اشتريت المكيف زي فريش ده، عدوا السنتين انا جبت مايكروويف، عدوا السنتين انا جبت مش عارفه حل الضغط. فاحسبيها كده. من الافكار الحلوه برضو اللي انا بشتغل عليها، بستنى الاوكازيونات كل صيف وكل شتاء. هتلاقيني طول السنه ممكن القط حاجه 2، يعني ممكن القط حاجه 2 في الهدوم الخروج، بس اسعار على قد، يعني ما اروحش اشتري حاجه فوق امكانياتي ولا بلبس براندات. انا وانا ماشيه بلقط لقيت حاجه لايقه عليا بجيبها، لكن بستنى الاوكازيونات. يعني انا لسه كنت شاريه البدله الفوشيا اللي انتوا شايفينها في صوره القناه في الاوكازيون، مش عارفه اشتريت بنطلون ايه لقيته اوكازيون، مش عارفه لقيت بلوزه عليها خصم حلو، وهكذا. فانت حاولي استني الاوكازيونات، اشتري فيها لبس الخروج بتاعك، هيفرق في الاسعار جامد جدا. وبصي الاوكازيون بيقعد شهرين 3 اخر الصيف، مش لازم 10000 جنيه هدوم، لا، شهر اشتري بدله، شهر اشتري بنطلون، شهر اشتري بلوزه، يجي الصيف الجاي بقى ما انت مش هتلبسيهم، يبقى ده تجديد الدولاب بتاعك السنه الجايه. وفي الشتاء كذلك. الفكره اللي جايه دي برضو حلوه قوي، لو عندك اجهزه في البيت قديمه مش بتستخدميها بيعيها، وبعد ما تبيعيها اشتري بيها حاجه ذهب. عندك شاشه زياده ما بتشتغلش، مش في حد من قرايبك كده محتاج شاشه، وما تبيعهاش بالخساره، وخدي ثمنها، يا رب ثمنها يبقى 3000 جنيه، انزلي اشتري بيها حته ذهب، سعرها هيعلى، ويبقى اشتري تاني وقت ما تبقي تحتاجيها تاني.
عندك غساله مركونه، بدل ما تفضل مركونه والبارومه تاكلها والصدى ياكلها، قومي بيعيها وهاتي بثمنها. لو بتباعت ب 6 7000 جنيه انزلي هاتي بيها سبيكه ذهب وشيليها. قلبي كده ببيتك وبطلي تركني الحاجه ويبقى عندك اللي هو ايه، داء التكنيز. في ناس عندها داء التكنيز، ما تكنزيش، بيعي واشتري ذهب وبعد كده جددي زي ما انت عايزه. الفكره الجايه دي برضو انا بعملها، ما انا بقول لكم انا بجيب الافكار دي من بيتي وانا بعمل كده، فبقعد احضر الموضوع اقرا بتاع واجيب جزء من بيتي وافكار انا بعملها وهكذا. الفكره دي حلوه قوي. مشي بيتك شهر وشهر. يعني ايه شهر وشهر؟ ولادنا بيحبوا التجديد والروتين بيبوخ وبيمسخ الحياه، احنا عايزين نكسر الروتين. مشي بيتك شهر وشهر. طب يعني ايه شهر وشهر يا سومه؟ يعني شهر اجيب كفته وازودها برغل، ازودها عيش، ازودها فول صويا، ازودها زي ما ازودها واكتر الكميه. لو هجيب كيلو وزودت له شويه حاجات زود عليها نص كيلو او كيلو الا ربع، واجيب حواوشي واعمله في البيت، واجيب البانيه واعمله في البيت. خلاص مشيت البيت كالمعتاد، مشيته خلص الشهر. اجي الشهر اللي بعديها اجيب لهم حاجات جاهزه، اجيب لهم علبه ستريبس، اجيب لهم حواوشي جاهز واشيله. يعني انا رحت للجزار، انا عملت كده الشهر ده ليه؟ عشان اكسر الروتين. الجزار عندي هنا بيعمل حواوشي بيبيعه، هو جزار امين ومعروف. نزلت قلت له عايزه 10 ترغيفه في حواوشي، حسبهولي ب 20 جنيه، اداني 10 ترغيفه حواوشي. فالطعم مختلف عن اللي انا بعمله في البيت، بس انا عايزه اكسر الروتين. بدل الكفته اشتريت سجق، بدل ما انا بعمل كفته 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 زهقوا من طعمها، اشتريت سجق. بدات ابدل حاجات بحاجات. الجزار برضو اللي عندي بيبيع همبرجر، جبت منه همبرجر. قلت استبدل الشهر ده، بدل ما اعمل صواني مكرونه بشاميل وحاجات كده، لا انا هعمل مكرونه بصلصه وجنبها همبرجر. الفكره ايه؟ ان انا اجدد شهر اوفر في البيت واعمل حاجات من البيت واجيب مش عارفه لحمه ايه واعملها ايه وازودها ايه، وشهر افرجع عليهم يغيروا طعم الاكل، عشان لما ارجع اعمل اكل اعتيادي تاني او اعمل كشري او اعمل عدس او اعمل بصاره او امشي كام يوم كده، الشهر اللي فات انتوا واكلينه ومبسوطين واحسن اكل. فدي بتشيل دي. الفكره الجايه دي برضو من مبادئ حياتي اللي انا بتعامل بيها. ما تسترخصيش، ما تسترخصيش في اي شيء. لا تستخسري في هدوم، ولا تستخسري في جزم، ولا تستخسري في اجازه، ولا ما تسترخصيش. الرخيص غالي، بتجيبي الحاجه الرخيصه تبوظ، تجيبي الطرحه الرخيصه شكلها مبهدل ما يشرفش، تجيبي الجزمه الرخيصه تتقطع بعد شهر او اتنين، تجيبي مش عارفه. فحاولي الحاجات اللي هي المفروض بتقعد كام شهر. يعني مثلا واحد بيجيب قميص عايز يقعد معاه، انا عن نفسي الحاجه بتقعد معايا سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. ليه؟ واحافظ عليها وبشتري حاجه من البدايه قيمه واغسلها على ايدي بنظام معين وعلى طول مرتبه هدومي مطبقه، فالحاجه تفضل برونقها. هاتي حاجه رخيصه سنه التانيه عايزه ترميها، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. وخصوصا في الاجهزه الكهربائيه ما تسترخصيش. وانت بتشتري جهاز بنتك ما تروحيش تشتري طقم حلل رخيص. كل فتره هاتلها طقم حلل بس غالي كويس يعيش عندها، وكل ما تستخدمه تدعي لك، بدل ما تروحي تجيبي حاجات رخيصه تنقر وتتقشر معاها وتعوز ترميها وتشتري حاجه بدلها. فحاولي ما تسترخصيش. الفكره دي برضو انا بحبها جدا، وهي فكره الاطعام. مش لازم عشان اعمل اطعام يبقى معايا 1000 و2000 جنيه، لا انا بعمل اطعام بفكره بسيطه جدا. وما بقولش كده رياء، ربنا العالم بنيتي ان انا بقول كده علشان الفكره دي تتعمم تعمليها فناخد الثواب، لكن مش رياء. احيانا وانا نازله المعهد الصبح اعمل ايه؟ اعدي على بتاع الفرنه اشتري منه كرواسون شوكولاته واجيب باتيه جبنه، بجيب بقى 2 كرواسون 2 باتيه جبنه على قد يا رب معايا يبقى 30 جنيه، اجيب بيهم 3 2 باتيه وواحده كرواسون شوكولاته، وكل واحده متغلفه لوحدها في كيس. اركب الاتوبيس يطلع البياعين الجائلين اللي بيبقوا في الاتوبيسات غلابه جدا،
ربنا يكرمك افطر، خد يا حاج افطر بدي، خد يا حاج افطر بدي. عملت اطعام بنيه اطعام، حاجات بسيطه جدا. حابه تجيبي فاكهه، تجيبي كيلو موز، كيلو تفاح، وتقسمي صابع موز على تفاحه وفي كيس، اللي يطلع برضو البياع الجائل اتفضل، واحد بيكنس الشارع اتفضل. الناس اللي هي تحس انها تستحق، فاللي ربنا يقدرك عليه اعمليه. النهارده الناس بتشكر اي حاجه، يا رب سندوتش جبنه عملتيه في كيس واديتيه لحد، وبضايه مسلوقه جوه الكيس، هينبسطوا جدا. وبرضو تبقى عملتي اطعام بمبالغ زهيده جدا. ومش عايزاكم تنسوا مشوار الصيدليه. معاكي 20 جنيه، معاكي 30 جنيه، معاكي 50 جنيه، خش الصيدليه اللي جنبك، قولي لصاحب الصيدليه الامين نزل لي المبلغ ده من اي حد بيشتري منك علاج شكوك. هيبقى بص هيقول لك ناس كتيره قوي ال 20 جنيه بيفرق معاها وال 40 جنيه بيفرقوا معاها. فما تستقليش ال 20 جنيه وال 30 جنيه، انزلي اعملي بيهم اي خير. طبعا مش قادره اقول لكم الحاجات البسيطه دي بتعود على بيتنا وعلى عيالنا ازاي. ربنا يستر عيالنا يا رب ويحفظهم ويحميهم. كمان الفكره دي هتعجب ولادنا قوي 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 لو بيسمعوني دلوقتي. خلي يوم في الاسبوع كده سميه اليوم الفري. انا بعمله كل اسبوع، اقوم من النوم، حتى اسراء ربنا يحفظها لما كانت عايشه معانا هنا وهي راحت بيتها بالسلامه كنت برضو بعمل كده. دلوقتي انا ومي يعمل اقوم من النوم بقول لك ايه يا مي، النهارده لا هنغسل مواعين ولا هنروق شقه ولا هنعمل اكل، النهارده فري. عيشي شوفي بقى انت عايزه تعملي ايه. تفضلي ماسكه التليفون طول النهار وانا هفضل قاعده في سريري او اقعد قدام التلفزيون؟ مش هروق، مش هنغسل مواعين، مش هنشيل حاجه من مكانها. النهارده اجازه من كل حاجه. مهم قوي الموضوع ده، تكسري الروتين في البيت، تخلي ولادك كده يفرششوا ويزقططوا، ما يبقاش نظام. انا ست منظمه جدا، واما بقول يلا يا تنظيف هي يلا يا تنظيف، بس لازم اكسر الموضوع ده. يلا النهارده نهيس، يلا ناخد بعضنا وننزل، بس النهارده هننزل هنجيب سندوتشات فول وطعميه او فول وبطاطس ونعيش حياتنا في الشارع. فيقولوا لي تمام. او النهارده مش هنعمل حاجه خالص وهنعيش في البيت، شوفي انت عايزه تجيبي كشري انا هطلع رغيف حواوشي من التلاجة اكله، وبصي مش هنعمل حاجه النهارده يوم فري. فالولاد يحسوا معانا بالتجديد، ويحسوا ان احنا من سنهم كده ويلا ونهيص ونقعد ونتكلم نقوم تاني يوم كلنا عندنا طاقه نشتغل ونروق، لاننا خلاص يعني انبسطنا امبارح. فكل اسبوع اعملي اليوم الفري ده. برضو انا عشان مطبخي صغير، الفكره دي برضو حلوه، عشان مطبخي صغير فانا محكومه بالموضوع ده، على طول ايديا في المطبخ. فانتي دايما قللي مواعينك، حطي اللي انتي بتستخدميه بس. يعني لو تقدري انتي مثلا عارفه نفسك ان انا بطبخ في 3 حلل، انا نفسي ما عنديش الا 3 حلل وحله جرانيت، 4 حلل، هم دول كل ما املك. يعني انا شلت الالمونيا بتاعتي القديمه اللي انا كنت متجوزه بيها تحت السرير، ما بستخدمهاش طبعا، وجبت 3 حلل تيفال وواحده جرانيت. انا شغاله ب4 حلل بس، وبعمل احلى اكل في الدنيا، وبعمل صنفين و3 جنب الاكل، والحمد لله بتظبط معايا. ليه؟ مواعيني ما بتبقاش كتير. الاطباق البلاستيك مش لازم يبقى فيه 500 طبق في المطبخ، قللي اطباق البلاستيك بتاعتك قد ما تقدري في المطبخ. المعالق مش لازم يبقى فيه 600 معلقه فكلهم يتوسخوا، ما يبقاش في المطبقيه 600 طبق فكلهم يتوسخوا. حاولي قللي 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 في الحاجات اللي انت بتستخدميها بس، بحيث انت حتى مواعينك في الحوض ما تبقاش كتيره، ما يبقاش عندك كركبه كتير في المطبخ من تحت، ما يبقاش درج المعالق مليان حاجات كتير. خلي تحت ايدك الحاجات اللي انت بتستخدميها بس، وروقي الدنيا كده وخليها خفيف خفيف. الفكره دي برضو حلوه قوي للناس اللي بتحب تجمع الازايز والكراتين وعندها استهلاك جامد من الموضوع ده. حطي شنطه كبيره او كرتونه كبيره في البلكونه، وارمي فيها كل الازايز اللي اتبقى عندك. ده مصدر على فكره كويس جدا، الحاجات دي بتتباع بالكيلو. الراجل اللي بيعدي في الشارع عندك بتاع الروبابيكيا والحاجات دي بياخدوها النهارده بالكيلو. لو هتبيعي لك في الشهر تعملي لك 100 ولا 150 جنيه مش وحش. الكراتين بقت تتباع بالكيلو، الازايز البلاستيك، العيش
ده مصدر كويس جدا، وفي ناس بيبقى عندها استهلاك عالي فينو كتير، خصوصا في ايام المدارس. فينو كتير وعيش كتير وبواقي كتير ومش عارفه علب ايه وعلب صفيح ايه وعلب بلاستيك ايه. جمعي كل ده والكراتين وكله، حطيها في شنطه كبيره في البلكونه، واللي يعدي كل شهر بيعيها، هتدخلك مبلغ كويس. من الحاجات برضو اللي احب اتكلم معاها في الستات، مع الستات في الحاجات دي، في ستات عاشقه للكركبه. تخشي بيتها تلاقيه مليان كركبه. عارفه الانتيكات اللي بيدوها في السبوع، العرايس ولا مش عارفه ايه تخشي تلاقي حاجات فوق حاجات وكلها مليانه تراب والدنيا متبهدله وفوق التلفزيون ايه وتحت ارمي لمي كل ده وارمي ولا شحتيه. ومش عارفه البطه البلاستيك اللي فيها زرع، امي ارمي، ارجوكي ارمي الحاجات دي. انا ما بحبش الكركبه كتير، احب الدنيا يبقى سالكه، اجي اروق مفيش حاجه فوق حاجه وحاجه تحت حاجه وحاجه مزنوقه جوه حاجه. في ناس تانية تخشي عندها تلاقي دباديب 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 وكلهم وسخين ومش يعني اغسليهم على الاقل، خلي اغسليهم يا ستي، لكن ما تحطيليش دباديب دباديب كتير كتير فانت مش عارفه تقعدي فين، وشكلهم ادم وشكلهم عايزين يترموا في الزباله ومحتفظه بيهم، هي مش عايزه ترميهم، لا هينفعوا، لا ارمي. طب ارميهم كده ولا شحاتيهم ولا اي حاجه، هتلاقي الدنيا نطفت والدنيا بقت جميله والدنيا بقت منظمه ومفيش نعكشه. انا ما بحبش المناظر الدوشه دي. الترابيزه اللي عند حضرتك اللي رجلها مكسوره وسندها بمعلقه وديها للراجل يصلحها، ملهاش تصليح، ارميها في الزباله. ضرفه الدولاب الواقعه اللي بقى 3 اشهر، هاتي النجار يركب لك الضرفه. خلي دنيتك سالكه، ما تخليش حاجات بايظه وحاجات قديمه وحاجات عطلانه. الحاجه البايظه صلحيها، الحاجه اللي عامله دوشه وزباله وكركبه ارميها، لكن ما تسيبيش المنظر ده في مكانك. خلي دنيتك بسيطه ورايقه وجميله كده. دي الشياكه دلوقتي، مش الانتيكات والسبوع والدباديب لا. انتوا فهمتوا طبعا. من الافكار برضو الحلوه اللي انا اعتمدتها، ان انا بنزل السوق اخر النهار، مش اخر النهار بقى بعد المغرب، لا اللي هو يعني بعد العصر كده، تبتدي تلاقي البياعين ظبطوا شويه في الاسعار، الاسعار هديت، ممكن تاخدي وتدي مع البياع تفصليه فيديك الحاجه تمام بسعر يرضيكي. طيب انا بعمل حاجه بقى بديله وبصراحه نفعني جدا. شوفي اي بياع خضار جنبك. انا عندي ولد كده جنبي اسمه بدر، بيقف كده بعربيه في الشارع اللي ورايا، خدت رقمه، بشتري منه بالاسبوع. الجميل بقى ايه؟ ان انا ببقى محدده جدا في الطلبات. هات لي 1.5 كيلو طماطم، هات لي كيلو بتنجان، هات لي 2 كيلو بصل، هات لي 3 كيلو بطاطا، حاجه هتمشيني اسبوع بس. غير اما بنزل السوق واجيه بتاع القوطه، خد يا ام اسراء 20 كيلو طماطم، ام وجيه مش عارفه خد يا ام برجع شايله قفاص. لا انا كده، انا جت عليا ايام كنت متدمره، كله عمال خدي فاكهه ويبقى لنا، خدي فاكهه ويبقى لنا، خدي قوطه ويبقى لنا، خدي بطاطس ويبقى لنا. ايه الهبل والعبط ده؟ بدات بقى انظم العمليه دي. بدر جه انقذني، بيجيب لي الحاجه لغايه هنا. قولي بيبقى سعرها زايد، مثلا لو هنزل ب 300 جنيه السوق هيخلص، لا بدر بيجيب لي الطلبات دي كلها ب 100 جنيه وبديله 10 جنيه فوق ال 100 جنيه، بيطلع لي الحاجه لغايه هنا. عملت انا ايه؟ وفرت نزولتي، وفرت تعبي، وفرت التوك توك رايح جاي، وفرت 20 كيلو طماطم و15 كيلو بصل و20 كيلو بطاطس، وخدي يا ام اسراء شويه الخضار ده، وخدي يا ام اسراء شويه الفاكهه دي، خدي يا ام اسراء شويه الملوخيه. رحت واتدينت وراجع عليا فلوس. ايه العبط ده؟ لا بدر اديله 100 جنيه كل اسبوع يجيب لي طلباتي كلها، البتنجان والبطاطس والبصل يخلصوا، اروح جايبه تاني. حددت نفسي، يعني ممكن حاجات تقضي عندي تاني، يعني ما احتاجوش اسبوع واسبوع، او على حسب انت استهلاكك. فانت شوفي جنبك بياع كده ابن حلال، ما يبقاش مغلواني قوي، واتفقي معاه وخدي رقم تليفون، كل اسبوع هطلب منك شويه طلبات تجيبها لي. هتلاقيكي ضربتي عصفورين بحجر،
وبرضو وفرت معايا كتير جدا جدا، بجيب طلباتي بس. يا جماعه النهارده الرز بقى غالي، الرز الكيلو بقى غالي. اعملي رز على القد. انا سبحان الله اما اعمل كوبايتين يبقوا زي العسل ويتخانقوا عليه، اعمل 3 كوبايات يقعد، فبقيت اعمل ايه؟ كوبايتين. ماما فين الرز؟ ايه ده هو خلص؟ ده انا تاني يوم عينيا اعمل لكم، تيجوا تاني يوم ما اعملش اكله برز، اصل خلاص مش محتاجين الرز. فاعملي رز على القد، حتى لو قاموا من على الاكل ده احنا عايزين رز تاني، معلش بكره ان شاء الله ابقى اعمل لكم. والله حبوا بكره اعمل صابح كوبايتين برضو، لكن ما دبش 4 كوبايات ويباتوا في التلاجة ويقعد يوم واتنين اجي اسخنه والاقي ريحته وحشه. انا بشم اما الرز بيقعد في التلاجة كتير واجي اسخنه بشم له ريحه وحشه، ببقى بصي متاذيه ان انا اكله للعيال، ساعات ارميه او لا مش هضر العيال. فبقيت اتعلمت من الموقف ده اعمل ايه؟ اقلل الرز، الرز غالي النهارده، فاعملي على القد يخلص اول باول احسن ما نرمي. طبعا انا مش هوصيكم يا ستات، التجديد مطلوب في شكلك وانت قاعده في البيت. صبغي شعرك، اعملي مش عارفه، مش عايزه اقول اعملي حواجبك، الستات هتطلع تاكلني دلوقتي. ما تعمليش حواجبك، ما تعمليش شنبك، خليك انت يا عم سيد تاني اللي قاعد في البيت. اصبغي شعرك، قصي شعرك. انا بلبس على فكره ما عنديش حلق دهب، بلبس بصي اكسسوارات. هاتي اللي هو الحماصه، اشتري الورقه ب 20 جنيه من البوتيك، وكل يوم البس ايه؟ حلق لون. غيري في شكلك، جددي كده، جوزك يدخل ايه الجمال ده يا ام محمد، ايه العسل ده، ايه ده عملتي شنب، حلقتي شنبك امتى يا ام محمد؟ العيد جه يا ام محمد؟ هتقولوا لي لا العيد ما جاش. انا ان شاء الله انا يحلقوا ان شاء الله كل 15 يوم ان شاء الله نحلقوا مع بعض. بصي في ايديكي في شعر شليه، هنا تحت باطك شيليه، بيجامه حلوه، جلابيه جميله، اقص شعري مش عارفه اقص شكلها ايه، اصبغه ما اعرفش صبغه شكلها ايه، اشتري حته اكسسواره جديده، الخاتم ب 50 60 جنيه. جددي شكلك، ما تفضليش اللي يشوفك من 10 سنين يلاقيكي انت من ساعتها ما راحش ولا جه عليكي الزمن. فهمتوا طبعا انا عايزه اقول ايه. استنى ما افكرك، عارفه دم الغزال؟ هاتي دم الغزال كده واعملي كده كعب رجلك احمر وكده، وتمشي بقى لابسه الشبشب بقى البلاستيك بقى بتاعك في البيت، وكعب رجلك كده احمر وجميل، نوري كده وانتي قاعده. الستات اللي بتحب البرفانات، طبعا البرفانات مش هنحطها في الشارع، احنا بنحط في البيت كده يعني مش تبقى ريحتنا الجلابيه، حتى لو قاعده انت بجلابيه في البيت بيجامه في البيت رشيها برفان. انا بنزل الحسين عند الحناوي وبركب البرفانات، اجيب اي اسم برفان انا بحبه واروح اقول له ركب لي البرفان ده، وببقى واخده معايا ازازه البرفان، لو عندي ازازه برفان فاضيه اخليه يعبيها لي تاني. بتتعبى بكام؟ ب 80 جنيه، ب 100 جنيه، ارخص من اللي بره. فدي برضو ساعات بتوفر وبتزق معايا الموضوع شويه. كمان الكريمات، كريمات العنايه بالبشره دايما يعني، بصي ستات كتيره بتقولي ايه روتينك يا سوما، بتحطي ايه والتجاعيد؟ رطبي وشك باستمرار، رطبي ايديكي باستمرار، رطبي رقبتك باستمرار، هو ده الروتين. قبل ما تنزلي في الشمس حطي صن بلوك، لازم قبل ما انزل في الشمس الصيف يخش عليا يبقى معايا الصن بلوك، وارطب وشي الصبح وبالليل. هاتي بقى زيت جوز الهند حلو قوي، زيت اللوز حلو قوي، شوفي استخدامه يبقى ايه. دايما الكريم لكعب رجليكي عشان ما يشققش وينشف، دايما رطبي رجليكي وكعب رجليكي باي كريم رخيص، نيفيا مش نيفيا، انزلي الصيدليه زي ما انت عايزه اشتري. انا ما بقولش انواع ليه؟ لاني انا ما بستخدمش انواع، انا ما بجيبش براندات، انا بروح الراجل عندك مش عارفه كريم حلو لمناسب البشره الدهنيه، هات اي حاجه ارطب بيها، اي حاجه برطب بيها. رطبي بس طول ما قاطعه على ايديكي ورقبتك ووشك والصن بلوك، مش محتاجه اكتر من كده، وكعب رجلك يا ريت. ويا ريت بقى اما تبقى عندك بقى مرطب حلو كده وتاخدي جسمك كله بعد بقى اما تاخدي الشاور بتاعك وتعملي ازازه شعر لايديكي ورجليكي، رطبي كده. مخمريه بقى، كريم اللي هو بتاع مرطب الجسم ده، هتبقي عسل. كمان يا ستات ما تنسيش كعب رجليكي، انا لسه بقول اهو، لسه بقول ما تنسيش كعب رجليكي، ما تخليش كعب رجليكي لا صيف ولا شتاء يشق. في الشتاء بتتوضي يبقى في فوطه رجليا، اطلع من الحمام متوضيه
انشف رجليا تمام، ما اخليش فيها نقطه ميه. ليه؟ عشان ما تقشفش. والقشف بيعمل ايه؟ بيسود مكانه. طب كعب رجليا لازم على طول ابقى بدهنه، برطبه، وبعد ما ارطبه واخليه ناعم وحلو، دم الغزال اللي بتجيبيه من المترو او من طنطن، وتعملي احمر كده في رجليكي وكعب رجليكي، هتبقي فله. هتحبي نفسك، هتحبي قعده البيت، وتحبي جلابيتك. وجلابيتي كده دايما تبقى ريحتها حلوه. الجلابيه اللي بطبخ بيها اطلع اقلعها والبس بيجامه تانية. واغسلي واشتري وجددي دولابك. احنا قلنا ايه؟ قطعه وقطعه. اطلع قطعه قديمه ارميها مقطعه او مبقعه، واجيب جلابيه جديده. هتلاقي دولابك بيتجدد باستمرار. ما تبخليش على نفسك. مهم قوي يا الستات، لازم كل واحده فينا يبقى عندها حساب في البنك. روحي افتحي حساب في البنك لوحدك من غير جوزك. مش لازم يعني ان هو يبقى عارف عنك كل حاجه. طب يا مش هينفع حساب في البنك. روحي افتحي لك محفظه على رقمك، انت موبينيل، انت فودافون، انت اتصالات. افتحي على تليفونك محفظه. طب ايه هتنفع في ايه؟ تحوشي فيها، عامله زي حساب البنك كده. معاكي 20 جنيه هترميها فيها، معاكي 100 جنيه هترميها فيها. وحولي على طول زي ما انا قلت لكم قبل كده، يبقى ده الحصاله بتاعتك. بحول عليه 10 20 50 70 10، فتيجي اخر الشهر تلاقي عليه 250 جنيه، تلاقي عليه 300 جنيه، اهو ينفعوكي في اي زنقه في الشهر اللي بعد كده. كمان من الحاجات الحلوه قوي واللي انا بهتم بيها قوي، خلي في يومك قاعده مع ولادك. ما يبقاش كل واحد قاعد في ناحيه، انت ماسكه التليفون وهم ماسكين التليفون، لا انت دريانه هم بيعملوا ايه في الاوضه ولا هم دريانين بيكي. طب يا سوما هعملها ازاي؟ عندك بنوته، تعالي هاتي المشط اما سرحي، واقفل التلفزيون وهي ولا سيبي الموبايل، ما هو ده تعود. واقعدي سرحيها وكلميها وانت بتسرحي. اعملي لها ضفيره، حسسي لها على شعرها، حطيها على رجلك، اقعدي اعملي لها كده في شعرها. اقعدوا احكوا مع بعض. رخيم عليه، سيبي التليفون. انا بعمل كده مع مي، سيبي التليفون هنقعد نتكلم. يا ماما لا، سيبي التليفون ده، انا هحكي لك حكايه على اللي حصل. سيبي بس التليفون. وكل لما احنا هنبقى اصحاب هتبقى الموضوع ده. تعالي سيبي التليفون وتعالي نتكلم. تعالي سيبي التليفون ومش عارفه تعالي نعمل ايه. تعالي اقعدي في حضني، اخدها في حضني شويه واقعد ابص في راسها كده، وعامله ايه واخبارك ايه ومش عارفه عملتي ايه امبارح. طب هات ادعك لك ظهرك، ساعات ولادنا كده ظهرهم بيبقى وجع. تعالي يا توته تعالي لما ادعك لك، واقعد كده نايمها على رجلي واقعد ادعك لها ظهرها، ادعك لها دراع. اهو فرصه اقعد معاها نص ساعه من غير تليفونات من غير حاجه، وهو بنتكلم وبناخد بندي. كمان احنا داخل علينا الشتاء، ساعات احنا نعمل حمص الشام ويتبقى معانا الحب بتاعه، العيال ما يرضوش ياكلوه. ما ترميش حمص الشام، صفيه من الميه اللي فيه، وخدي الحب بتاع حمص الشام حطيه في كيس وارميه في الفريزر. اما تيجي تعملي الكشري تطلعيه هينفعك مع الكشري. احطه في شويه ميه سخنين كانه لسه معمول. وبرده عشان ما نهدرش ونرمي في الزباله. اخر حاجه، جمعي ولادك دايما قدام التلفزيون ويبقى في فيلم قديم دمه خفيف، عشان ما بحبش الافلام الجديده كلها قله ادب وكلها شتايم. احب الافلام القديمه قوي قوي قوي. اجمع عيالي كده، تعالوا نتفرج على الفيلم ده. وانا صغننه قدكم كنت بقعد اتفرج على الفيلم ده يحصل كذا ويحصل. واقعدي احكي لهم ذكرياتك مع الفيلم. يعني انا ولادي من كتر حبي في الافلام القديمه ساعات نقعد على الكنبه كده على الركنه ونقعد نتفرج، فيعجبهم قوي. ده الفيلم ده جميل قوي يا ماما. اهو اللي انا بقدر عليه بعمله. يعني انا عايزه اجمعهم دايما بعيد عن التليفون. نتجمع بقى قدام التلفزيون، اقعد انا وهو نتكلم، نقعد انا وهم نسمع اغنيه مع بعض ونقعد نتكلم، او نقعد نرقص ونفرفش، او اقعد اسرح لهم، او هم يعملوا لي شعري استشوار ونشغل جنبنا الاغاني. خد يا مي اعملي لي استشوار. سابت التليفون وانا سايبه التليفون، وقعدنا هزرنا وضحكنا في اليوم، فصلنا بدل قعده التليفون. يعني اتمنى النهارده الفيديو كان مختلف. الفيديو كان مختلف. اتمنى ان التجميعه الغريبه دي تكون عجبتكم والفيديو يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.